صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن الفيرب. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاسم وانواع الاسم، وقلت لك كاونتيبل انكاونتيبل يعني ايه، وقلت لك كونتراكت ابستراكت سنجلر، وقلت لك كل حاجه في الاسم. ان شاء الله ناخد النهارده الفيرب عشان يعني يعتبر اصلا احنا ما خدناش غير الاسم والفيرب، لسنا الصفه والظرف والضمير. تمام، بس ان شاء الله ربنا يسهل يعني. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الفيرب اللي هو الفيرب. قالك ان الفيرب ده يعني ايه فعل اصلا، يعني هو بيكون حدوث شيء او او وصف حالة معينة، تمام، او فعل يؤديه فاعل. صلى على النبي وتعالى اقول لك تقسيمات الفيرب. اول حاجة عندنا المين فيرب، وده بيكون فعل اساسي. يعني ايه فعل اساسي؟ قالك ان الفعل اساسي يعني فعل اساسي في الجملة، يعني الجملة ما تديليش معنى من غيره. تمام، يعني لو هو مش محطوط في الجملة انا مش هفهم هي بتقول ايه. يعني لما اقول مثلا she likes coffee، لما اقول she coffee، طيب شي كوفي يعني ايه؟ هي قهوة؟ مش فاهم حاجة. لكن لما اقول شي لايكس كوفي انا عرفت ان هي بتحب القهوة. يبقى انا كده المين فيرب اللي هو اساسي في الجملة ما ينفعش الجملة تتخلى عليه، اللي هو المين فيرب. تمام، اللي هو اصلا المين فيرب ده قالك ان هو بيديني معنى الجملة. طيب عندي حاجة تانية اسمها موديل فيرب. المودال فيرب ده قالك ان هو فعل ناقص. يعني ايه فعل ناقص؟ يعني لوحده، تمام، ممكن ما يدينيش معنى، والفعل الناقص ده ممكن يجي في جملة تانية في نفس الجملة مع فعل تاني. يعني ما اقول لك مثلا بصوا المودال فيرب. طيب مودال فيرب ده مثلا زي ما اقول مثلا كان، make، will، should، must، كل ده موديل فيرب. اما المان فيرب قالك زي جو، زي مثلا sleep، eat، وهكذا. تمام، يبقى الموديل فيرب هو فعل ناقص. يعني ايه فعل ناقص؟ يعني بيحتاج لفعل تاني عشان يكون الجملة. قالك بس انا ممكن المان فيرب ده اقول عليه فعل اساسي امتى؟ لو ما احتاجش الفعل تاني، تمام، وحطيته في الجمله وفهمت. يعني لما اقول مثلا she can jump، هي تستطيع القفز. يبقى كان هنا تستطيع، بس فعلا هي معنى تستطيع، بس اعطتني معنى، مش محتاج لفعل تاني عشان افهم الجملة. انا فهمت الجملة، يبقى هنا مين فيرب. هرجع لك تاني، انا عندي فعلين في الجملة، عندي الفعلين اللي هما ممكن يجوا في الجملة في اكتر من حاجه، بس انا بتكلم على ده ان الفعل ممكن يكون مين فيرب يعني فعل اساسي. يعني ما ينفعش جمله تتكون من غير فعل. الفعل الاساسي ده ان هو ممكن هو اللي هيدينا اوريدي معنى الجمله. تمام، والفعل الاساسي ده ما بيكونش محتاج فعل معاه، ولو جه فعل معاه بيكون هو المين، اما التاني بيكون موديل. قال لك الموديل فيرب اللي هو فعل ناقص. يعني ايه فعل ناقص؟ يعني بيكون محتاج لمعنى لفيرب تاني عشان يكون الجمله. تمام. تمام، عندي حاجة تانية، فيرب تاني اسمه auxiliary verb.
الاوكسيلري فيرب ده قالك ان هو بيكون لكل زمن في فعل، يعني الفعل بيختلف عن في كل زمن. يعني هو مثلا زي مثلا ما اقول مثلا ايه كوك، هو فعل اهو، هيختلف في الماضي هيبقى كوك، في الماضي هيبقى كوكس. وطبعا على حسب الفعل على حسب الفاعل انا بتكلم هنا، على حسب ما يكون فعل بتاع ما يكون فعل مفرد. جميل جدا. قال لك ان الاوكسيلري ده هو هو اللي بيساعدني اصلا عشان اكون الفيرب. والله انا مش عارف، بس انا هقول لك ان يعني طيب ممكن تبسطها لي؟ هقول لك يا باشا، الاوكسيلري فيرب ده بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه بيكون بي ودو وهاف. حلو يا مان، فهميني بقى. البي ديت ما بتجيش كده، بتتكون من حاجات، تمام؟ بتكون ام is are، ودي بتكون في المضارع was were، ودي بتكون في الماضي. اما do بتكون do does did. did في الماضي، do does بتكون في المضارع. have بتكون have has had. يبقى انا خدت هنا المان فيرب، الموديل فيرب، الاكسيلري فيرب، المين فيرب وده بيكون فعل اساسي. الموديل فيرب بيكون فعل مساعد، قلت لكم الفعل المساعد بيجي مساعد للمان فيرب، بس المان فيرب هو اللي بيدينا المعنى. تمام تمام. اما الاكسيلري فيرب قال لك الاكسيلري فيرب ده هو اللي بيساعدني عشان اكون الافعال الازمنه اللي هي ماضي مضارع مستقبل، هم 12 زمن. الاكسيلري فيرب ده هو اللي بيخلينا اكون. يعني ما اجي مثلا اقول ايه was cooking. ثواني هكتب لكم اهو. لما اكتب لك مثلا was cooking، خلي بالك فعل cooking ده دي جي، تمام؟ ده اصله cook، تمام؟ جميل جدا. بس was cooking ده بقت ماضي مستمر. ان شاء الله بامر الله لما اجي اتكلم معاك في كل زمان انا هفهمك كل حاجه، بس انا بديك was هنا ان هو auxiliary auxiliary verb. حلو جميل، والله العظيم جميل. تمام. تعال نتكلم الفيرب من ناحيه تانية اللي هو متعدي ولازم. المتعدي واللازم، هنبدا باللازم اللي هو transitive. فعل لازم، يعني ما اقول she sleep، she sleeps، تمام؟ هي تنام، او هي، انا كده فهمت ومش محتاج لمفعول. يبقى هي هنا transitive. ليه؟ ان هو فعل لازم، محتاجتش مفعول. يبقى الفعل اللازم اللي هو بيكون transitive بيكون فعل لازم ما بيحتاجش المفعول، زي دي كده. طيب ان transitive بيكون فعل متعدي. يعني ايه فعل متعدي؟ يعني فعل بيحتاج مفعول او اكتر. لما اقول she likes، طيب هي تحب ايه؟ ما فهمتش حاجه. اقول مثلا التفاح، يبقى هو هنا فعل intransitive. جميل جدا، عظيم. يبقى انا خدت المان فيرب
قلت الفعل الاساسي، قلت لك الموديل فيرب اللي هو بيكون فعل ناقص، وقلت لك ايه الفرق ما بينهم، ان الاساسي هو اللي بيخليني افهم الجمله، اما الموديل لوحده ما بيخلينيش افهم الا لو هو جاء مان فيرب. قلت لك اكزولاري فيرب، وقلت لك ترانزيتيف وان ترانزيتيف. عندي حاجه تانية اسمها الاكتف دي اكتف يعني معلوم. يعني لما اقول مثلا اي او خلاه شي او هي، she reads مثلا listen او book عشان مكان بس، هي قرأت الكتاب، يبقى انا عرفت مين اللي قرأ الكتاب، هي البنت. طيب لما اقول مثلا the book is read، الكتاب المقروء، كده مجهول ليه يا باشا؟ عشان ما عرفتش مين اللي قرأ، هو اكيد ما قرأش نفسه، اكيد في حد قرأ. تمام، يبقى انا كده خدت الترانستيف وقلت لك ان هو بيكون فعل لازم، يعني ما بيحتاجش المفعول اصلا، اما الفعل المتعدي بيكون محتاج لمفعول وممكن اكتر. قلت لك الاكتف اللي هو الفعل الاكتف ده اللي هو بيكون انا عارف مين اللي عمل الفعل ده، اما الباسيف هو فعل فعلا حدث تمام، بالفعل حدث لكن انا مش عارف مين اللي عمله. جميل جدا. لسه لي تقسيمه واحده بس، واللي هي instead of verb. وده اللي هو بيكون فعل بيكون فعل حالة، أفعال شعور بقى أفعال شعور، أفعال حواس، زي ما أقول مثلا think، مثلا love hate، كل ده اللي هو يكره يحب يفضل كده. تمام. قالك عندي حاجة تانية واللي هي بتكون phrasal verb، وده بيكون فعل مركب. يعني ايه فعل مركب؟ يعني فعله مع حاجة تانية سهلة. يعني مثلا لما قلت تيرن، وطبعا كل فيرب بيجي معاه حرف جر، حتى لو نفس الفيرب بس الحرف الجر اختلف، يبقى انا هنا المعنى بتاعي اختلف. يعني ايه؟ يعني تيرن اوف غير تيرن اون غير اصلا تيرن انتو. يعني مثلا تيرن انتو يتحول لي، تيرن اوف يعني يطفي. تمام. تيرن اون يعني يشغل. يبقى انا كده خدت الستاتيف فيرب وقلت لك ان هو بيكون فعل حاله، اما الفريزال فيرب بيكون فعل مركب. تمام. يبقى انا كده خدت يعني ايه فيرب اكتف، ودي بيكون الفعل اللي بيكون فعل معلوم، والبازيف اللي بيكون فعل مجهول. قلت لك المعلوم انا عارف مين اللي عمل الفعل ده، اما المجهول هي حاجه اتعملت بس انا مش عارف مين اللي عملها. قلت لك ترانزيتيف هي اللي بتكون لازمه ما بتحتاجش المفعول، اما انترانزيتيف بتتعدى المفعول وممكن 2 وممكن 3. قلت لك ان احنا عندنا استاتيف فيرب، وقلت لك ان احنا بيكون عندنا فريزال فيرب. الفريزال فيرب ده اللي هو بيكون الفعل المركب، اما الاستاتيف فيرب بيكون افعال حاله، افعال الشعور والحاجات دي. قلت لك الموديل فيرب يعني فعل ناقص. قلت لك الزولري فيرب اللي هو بيكون الفعل محتاج انا بحتاج الزولري فيرب ده عشان اكون زمن. قلت لك المين فيرب ده اللي هو بيكون فعل اساسي. اخر حاجه خالص هنتكلم فيها وهي انواع الجمل. ايه عندنا 3 جمل اللي هم خبريه وامريه واستفهاميه. الخبريه بيكون اخرها نقطه، والامريه غالبا بتكون على اللي هي اكسكليميشن مارك او اللي هي بتكون علامه تعجب، كويشن مارك اللي هي استفهاميه. خبريه لما اقول مثلا هي is a doctor، هو دكتور. تمام. وطبعا لو انا اتكلمتك هنا ان النوع الفيرب هنا ايه، هتقولي مع فيرب. تمام. طيب
عندنا جملة أمرية زي ما أقول مثلا stand up. تحس إن الجملة stand up، تحس دايما إن الجملة الأمرية بتبدأ بالفعل دايما، اللي هو اسكت، اقف، اكتب، اقرأ. فاهمين الستاند اب اللي هو أمرية. تمام. قالك الاستفهامية بتكون دايما آخرها question mark أو بادئة بهو وات أي حاجة. تمام. اللي هي بتكون مثلا ايه، اللي هي بتكون اللي هي interrogative. لما اقول لك مثلا ايه what's your name او where do you live او مثلا do you like fish. بس كده. اتمنى. وفي مثلا ان عندنا مثلا حاجة اسمها النفي اللي هو النيجاتيف. اخر حاجة بقى نيجاتيف اللي هو بتكون نفي. انا بنفي بكذا حاجة، يا اما بنط يا اما بنيفر. يعني مثلا اقول never او didn't doesn't، او ممكن برضو بحط دول don't او wasn't. كل ده. يعني اتمنى احنا كده خدنا الفيرب اهو. اتمنى اي حد يشوف الفيديو ده يعملوا شير، وما تنسوش السبسكرايب وبس كده. السلام عليكم.